نوصلوا له في نهاية اليوم إن شاء الله. العدد حتى هذه اللحظة، العدد الضحايا 1037 بحسب ما أعلنت السلطات المغربية. أين يتوزع هذا العدد؟ هذا العدد أكبر جزء منه في منطقة يعني منطقة البؤرة. كلما ابتعدنا عن البؤرة يقل عدد الضحايا، هذا طبيعي لأن الشدة الزلزالية تتناقص مع الابتعاد عن البؤرة، مع المسافة الابتعاد عن البؤرة. شيء آخر هو أن كلما ابتعدنا عن البؤرة هناك مناطق سكنية حديثة، إذا الأماكن البعيدة نسبيا هي أماكن من حيث البناء جيدة، لذلك فانحصر العدد الضحايا في المنطقة الجغرافية